بركة بسم الله. اللايف النهارده بعنوان حسام حسن مفيش فايدة فيه. ده راجل يعني كان ما يعلم بيك الا ربنا. ها، وبقالك يجي 10 سنين هتموت عشان تمسك المنتخب، واحنا كنا معاك. احنا كنا متضايقين اي واحد يجي يمسك المنتخب يقول طب حسام حسن فين. وكان في ناس تقول لك لا ده ما ينفعش، ده غلط، وده بيقول كلام ويغلط في الناس ويغلط في ده ويغلط في ده ويغلط في ده. قلنا الناس دي حاقدة عليه والناس دي بتحاربه. فانت ما عندكش هقول لك ايه يعني انت دلوقتي بتلعب ماتش كل شهرين 3 ولا 4. لازم في كل مؤتمر صحفي تعمل مشكلة. في كل مؤتمر صحفي لازم تخبط في الدنيا كلها، مش تخبط في واحد بس. لا، بتخبط في اتحاد معاك دلوقتي عشان عارف اللي هو ماشي، وبتخبط في اتحاد جاي، وبتخبط في اتحاد قبل اللي جاي، وبتخبط في صحفيين، وبتخبط في مدربين. وكنت قاعد مع مهيب ومش عاجبك اي تغييرات واي حاجه، وتقول انا لو محمد صلاح دوت ما كنتش رجعته وعملته. انت دلوقتي محمد صلاح، ها ها معلم اللي بتتكلم، ما قدرتش تاخده معاك موريتانيا. مش هتخش بقى في تفاصيل، هنقول اني وماني زيه زي اللعيبه. انت ليه بتعمل بقى عقد وانت قاعد في بتحلل؟ لما مسكت خلاص ما قدرتش تعمل. وقلنا لك حكايه سوق الخضار اللي بيبقى على الخط ده شكلك وحش. سوق الخضار دوت اتكلمنا فيه كذا مره، كلمتك فيه كذا مره. انت بالاسلوب دوت لو انت حتى وصلت كاس العالم مش هيقعدوك، محدش هيقعدك كده. انت هتضمن الدوري. يعني انت يعني مش قادر. لا، ما اعرفش انت عايش ازاي يا اخي، بتظبط اعصابك ازاي، بتظبط ما عندكش نوع من هقول لك ايه. ما احنا كلنا حوالينا ناس ما يعلم بها إلا ربنا، واحنا مش جبنة. بس الحياة سياسة. انت ما عندكش روح يعني ذرة من السياسة. خبطت في اليمين وفي الشمال وفي ده وفي ده وفي ده وفي ده. انت مش في نادي. وانت واقف بتتكلم مع مروان عطية، داخل طارق سليمان معاك ويقول له اعمل كذا واعمل كذا. انت فين انت؟ ما قلنا الناس دي ما تنفعش تبقى في منتخب يا جدعان. داخل بيتكلم، انت بتتكلم، المفروض انت مدير فني. ماله المدرب العام؟ وعامل مشكلة قبل كده هوت مع احمد حجازي. في كل ماتش بقى تعملوا مشكلة. انا عايز اعرف انت ما بتتعلمش. وقلنا عايزينك تبقى انت على راس المنتخب وتروح كاس عالم وتروح بطولة افريقيا. لكن انت خارج قبل الماتش تخبط في الدنيا كلها. واعملوا حسابكم، في حد يقول اعملوا حسابكم؟ احنا ممكن لو ما كسبناش ما نخسرش. ايه التصريحات دي؟ ما تروح قول لربنا يسهل ونعمل اللي علينا، ولما تيجي تروح تسافر يبقى يحلها حلال. مش في مؤتمر صحفي تعمله هناك تقول اعملوا حسابكم؟ في حد يقول كده؟ يلا يلا يا عم، الله يهديك الله يهديك الله يهديك يا اخي، والى اللقاء.